هذا المداخلة ديال الزازي تبين حاجتنا الملحة والفورية إلى العلمانية. إلا فالنتيجة غادي تكون وخيمة العواقب. وخيمة العواقب ما تتم الدعوة إليه باسم الدين هو شيء يهدد أبسط الأسس الإنسانية التي تجمعنا على هذه الأرض وفي هذا البلد، وهذا شيء خطير جدا. أنا شخصيا لا أتمنى لبلدي أن نسير في هذا الطريق، ولهذا غادي نقدم لكم مجموعة المعطيات. لما كيقول لي السي الفزازي أن الناس الذين اعتقلوا واضطهدهم النظام الاستبدادي المغربي منذ الاستقلال داروا علاش؟ هذا شيء يعني يحز في النفس. علاش؟ لأن هذوك الناس الذين اعتقلوا وشردوا في المنافي وقتلوا، هذوك الناس كانوا ضد الحكم الفردي وكانوا كيرفعوها في الشارع وعندهم الشجاعة باش يقولوها. كانوا كيطالبوا بدولة ديمقراطية، وكانوا معارضين لنظام لم يكن عادلا لا بالمقاييس العلمانية ولا بالمقاييس الدينية، لم يكن عادلا. ولهذا أن نتحدث عن ناس ضحوا من أجل البلد بهذا الشكل هذا شيء مؤسف. كنت أتمنى أن لا يقال هذا الكلام لأنه يضعف من موقع قائله. شحال ديال المسلمين عندنا وشحال ديال العلمانيين؟ هذا سؤال مغلوط يتعارض مع مفهومنا للعلمانية كما حددنا. احنا ما قلناش أن العلمانيين ملحدين وهناك المسلمون، احنا قلنا أن العلمانية هي واحد الإطار الوحيد في العالم، الوحيد الذي يمكن أن تتعايش فيه كل الأديان بدون أن يقتتل الناس فيما بينهم وبدون فتنة، هو الإطار العلماني. العلمانيون فيهم جوج الأنواع، فيهم المؤمنون كتلقاهم في الجامعة نهار الجمعة ولا في أي وقت، وهما اللي كينوضوا بعض المرات لبعض الخطباء وكيوقفوهم. بحال مثلا لما يقول الخطيب في القنيطرة الحكومة ديال يوسفي كافرة وصهيونية، نضل الناس مصلون في المسجد ووقفوه، وكانوا من الأحزاب السياسية، هم علمانيون وكيصليوا ومؤمنون بالله وبالآخرة وبالنبي والشريعة. الشريعة فيها موقف سلفي اللي كيدعو لتطبيقها حرفيا، وهذا موقف نقلي نصي متشدد وجانب لم يتطور عبر التاريخ، وفيها موقف اجتهادي نبيل عند المسلمين أنفسهم. وغادي نجي لقضية الردة، لأن هناك علماء رفضوا أقوالك ونفوها، وهم علماء متخصصون. رفضوا أقوال النبي؟ لا قراءة ديال الناس، رفضوا قراءتك للدين وفهمك للشريعة. لو لم يكن هناك علماء مسلمون يختلفون معك لقلنا أنك أنت هو الدين، ولكن بما أن هناك علماء يخالفونك في الرأي، يخالفونك في القراءة، يخالفونك في الاجتهاد، فليس من حقك أن تقول للطلبة وللشباب أن الدين هو ما تقوله أنت. هذا التيار السلفي المتشدد. هناك في التوحيد والإصلاح من لا يرى هذا الرأي ومنشور قريته علماء، وهناك أناس داخل المغرب وخارج من تيارات أخرى. التيار البديل الحضاري في المغرب له وثائق متقدمة جدا، حتى هما دوزوا المحنة ديال السجن، كذلك حزب الأمة. البديل الحضاري نشروا كتيبا صغيرا في المغرب، نشروه باسم تيار البديل الحضاري قبل ما يديروا الحزب. حد أو حكم الردة أو حد الردة في الإسلام، أو عفوا العنوان اللي عطوه حرية المعتقد في الإسلام، يبينوا فيه بالأدلة الشرعية. هذا الشيء كله اللي كيقول السي الفزازي غير صحيح. هذه قراءة، ولكن بالنسبة لي أنا هذه القراءة اللي داروها البديل الحضاري أكثر تقدما وانسجاما مع خصوصية المغرب واتجاهه نحو الديمقراطية مما يدعو إليه السي الفزازي. لأن إلا ولينا في ضرب الأعناق راه غادي نرجعوا واحد 1000 عام للور، حنا ما بغيناش بلادنا ترجع. إذا شحال ديال المسلمين وشحال ديال العلمانيين؟ هذه سؤال مغلوط. إلا السي الفزازي عنده إحصائيات شحال ديال الناس اللي في التيار ديالو، وشحال ديال الناس اللي في الإسلاميين التوحيد والإصلاح، وشحال ديال الناس اللي في العدل والإحسان، هادو الإسلاميون والحزب الأمة ديال الحضاري، هادو كيتسموا إسلاميون، عندهم مشروع سياسي. ثم هناك عامة المسلمين ما داخلين لا في السلفيين لا في التوحيد والإصلاح
بحال الوالد ديالي الوالده ديالي الناس كلهم هاد القاعه كاع المغاربه. لما كتقول مسلمون لا يعني انهم اسلاميون، هذه مغالطه. الاسلامي له نهج معين يمارس الدعوه من اجل مشروع معين اما سياسي واما دعوي، هذا الاسلام. المسلم هو اي مواطن عادي كيامن، اما كيصلي ولا ما كيصليش، اما كيشرب الشراب ولا ما كيشربوش. هنا كيجي مفهوم العلمانيه. لما قال لي السي الفيزازي كاين مسلمين كيشربوا الشراب ولكن كيطلبوا، شكون قال له هذوك واش علمانيون ولا اسلاميون؟ اولا الاسلامي ما كيشربش الشراب، المسلم اللي هو كيشرب الشراب ثم يطلب المغفره، هذا مسلم عطى الرسول حق الا يطبق الشعائر الدينيه. من اين جاء هذا الحق؟ علاش عطاه الرسول؟ لانه لا ينظر الى الدين نظره السلفي، لا ينظر الى الدين بهذه النظره المغلقه والمتشدده والتي هي صعبه على النفس الانسانيه وعلى العقل البشري. هذا النوع من التفكير الحس السليم للانسان ينبذه. وراه كاين حديث راه السي الفيزازي عرفوا لا يشاد احدكم هذا الدين الا غلبه، راه غادي يغلبك هذا الدين السي الفيزازي لانك تشاده. القضيه ديال الدستور، الدستور كيقول لنا السي الفيزازي ان فيه دوله اسلاميه. ما معنى دوله اسلاميه؟ هل دوله اسلاميه معناه الدوله التي تطبق الشريعه؟ اذا جميع الدول اللي كاينه من غير السعوديه وايران فين كيديروا الرجل بالحجر ويقطعوا الرؤوس وهم مدانين دوليا. جميع منظمات حقوق الانسان في العالم والامم المتحده وكل الدول الديمقراطيه اللي هي اغلبيه دول العالم تدين هذا السلوك ديال هذه الاقليه الصغيره من المسلمين اللي بقاو كيمارسوا هذه السلوكات اللي هي العقوبات الجسديه اللي مرفوضه رفضا باتا فيما وصلت اليه الحضاره اليوم. علاش؟ لان الاديان هي اطار عام ملهم لما هو انساني ولما فيه الكرامه الانسانيه، لكن ان نقرا الدين حسب قيم عصرنا. القيم ديال هذا العصر اللي احنا فيه ما بقاتش كتقبل ان تقطع يد شخص وتعلقها في الشارع العام، او ان تجمع الناس على المراه وتقول لهم يضربوها بالحجاره. هذه سلوكات عرفتها البشريه 6000 سنه او 10,000 سنه قبل الاسلام. الحضارات القديمه كان فيها الرجم بالحجاره، قبل اليهوديه، قبل الديانات كلها. هذه الامور مورست في القبائل القديمه وفي المجتمعات القديمه، اخذتها الديانات السماويه. لكن هذا التطور اللي وقع في الحضاره الانسانيه جعل انه من غير الممكن، ماشي الدوله عجزات، لم يعد بامكانها ان تفعل ذلك لان هذا لا يطابق العصر. واش عمر بن الخطاب ما بعيد على وفاه النبي الا ببضع سنوات وسمح لنفسه ان يبطل امورا كانت في السنه وان يجتهد، وحنا على بعد 14 قرن لا نستطيع الاجتهاد. هذا شيء مثير للدهشه. دابا هذاك الدستور ديالنا اش فيه دوله اسلاميه وفيه القيم ديال المملكه وفيه كذا، ولكن فيه ايضا حقوق الانسان كما هي متعارف عليها عالميا، ماشي كيف هذا الطرف او هذا، كما هي متعارف عليها. طيب، وفيه ايضا سمو المرجعيه الدوليه على القوانين الوطنيه، وفيه ايضا ان حقوق الانسان كل غير قابل للتجزئة. وصوت السلفيون على هذا الدستور، او بعضهم اللي نسمع السلم غراوي نزلوا في المطار وكيقول نعم، ويلا جاي من السعوديه كما قرا. وانا رفضت هذا الدستور الذي صوت عليه الاسلاميون، رفضته. علاش؟ وفيه الامازيغيه لغه رسميه، ناضل 32 سنه باش تكون الامازيغيه لغه رسميه، والدستور يقر الامازيغيه لغه رسميه، ورفضت الدستور. لماذا؟ لانه لا يقر بالاسس الحكم الديمقراطي الحقيقي، ما زال اساسا للحكم الفردي وللاستبداد، وليس فيه فصل السلطات، لان نفس الشخص يترأس السلطه التنفيذيه، يترأس السلطه القضائيه، يترأس السلطه التشريعيه. وعندما يكون نفس السلطه تترأس السلطات، هذا ليس فصلا للسلطات، هذا دستور غير ديمقراطي.